السلام عليكم. مرحبا بكم يا أصدقاء في برنامج واحة سلام. هذا البرنامج المنوع الذي يأتي من أجلكم أنتم أيها الأصدقاء الصغار، ومعي مجموعة من أصدقائي سيكونون معكم في الفقرات المختلفة والمتنوعة، فتابعونا. والآن مع فقرة ينبوع الواحة وصديقي عمر وريان. ترى ما هو موضوعنا لهذا اليوم؟ هيا بنا لنستمع. مرحبا يا أصدقاء، معكم صديقكم ريان محمد. وأنا صديقكم عمر. اليوم اخترنا لكم في ينبوع الواحة موضوع الصدق. فالصدق هو خلق إنساني يجب أن يتحلى به كل إنسان، وقد حثنا الدين الإسلامي الحنيف على الصدق، لما له من أهمية في زرع الثقة بين الناس، ولهذا لا بد من غرس هذا الخلق مبكرا حتى ينشأ الأطفال نشأة سليمة بعيدة عن الكذب الذي يدمر العلاقات ويخلق المشاكل بين الناس. إن تعليم الأطفال الصدق منذ الصغر يبعدهم عن الكذب، والذي إن تعودوا عليه سيبقى مرافقا لهم حتى يكبروا، مما يجعلهم يخسرون دنياهم وآخرتهم. كما أن الإنسان الصادق يشعر بالقوة وعدم الخوف، فهو صادق فيما يقول. ولهذا شدد الدين الإسلامي على أهمية التحلي بالصدق، وقد لا يهتم بعض الأهالي في هذه المشكلة التي يعاني منها الأولاد منذ الصغر، ويتحول الكذب عندهم إلى عادة ذميمة. لذا على الأهالي ونحن في بيوتنا تعليمهم والتعامل معهم بصدق، حتى ولو في أبسط الأشياء، ومنعهم من الكذب تماما، حتى ولو من باب المزاح. وطبعا يتم التعامل مع كل واحد وواحدة بطريقة تناسبه، وعدم إجابة الطفل إجابة كاذبة مهما كان السؤال، وأيضا الانتباه لأي كذبة قد تبذل منه. ومن أهم الأشياء عدم وعد الطفل من قبل الأهل وعدا لا نلتزم فيه في البيت، فهذه الأشياء ستكون في ذاكرته ولن ينساها بسهولة، مثل أن يقول له غدا سنصطحبك معنا ولا يفعلون، فيشعر الطفل بأن أهله قد كذبوا عليه. ومن الأشياء الجيدة والتي تساعد في تربية الأطفال مدح الطفل عندما يتكلم بصدق، لأن الطفل في هذه المرحلة يحب أن يمدح، فيبقى محافظا على ما يحب أهله فعله، كما أنه سيتعلم الاعتراف بالخطأ دون خوف. أخيرا، ومن أهم أسباب تعليم الأطفال وتربيتهم على الصدق، سرد القصص التي تتحدث عن الصدق أمامهم، وأفضل مثال هي قصص الصحابة رضي الله عنهم، التي توضح قيمة الصدق وأهميته في حياتنا. والأهم من ذلك ربطها بالقرآن الكريم والسيرة النبوية. أصدقائنا، كان هذا موضوعنا لليوم، إلى أن نلتقي في موضوع جديد. هذا عمر يحييكم، وصديقكم ريان يحييكم. إلى اللقاء في موضوع جديد. والآن يا أصدقاء، هيا بنا لنتعرف عن معلومات جديدة ومعارف لم نكن نعرفها في فقرة هل تعلم مع صديقنا موفق. هيا بنا. السلام عليكم. هل تعلم أن إريتريا هي دولة أفريقية وعاصمتها أسمرة، حيث تقع في الجزء الشمالي الشرقي من قارة أفريقيا؟
يحدها البحر الأحمر من الشمال الشرقي من الشرق، ويحدها السودان من الشمال الغربي من الغرب. أما إثيوبيا فتحدها من الجنوب الشرقي. أصدقائي، أنتم تعرفون جحا وحماره، فلنستمع إلى قصصه الممتعة والمضحكة ولكن أيضا المفيدة مع صديقنا عبد السلام في فقرة مع جحا. هيا بنا. السلام عليكم، مرحبا بكم مع حكايات جحا. عنوان حكايتنا لليوم هو مرضاة الناس، حيث تقول الحكاية أن جحا وابنه ذهبا إلى إحدى القرى، وأركب جحا ابنه على الحمار، فصادفه أحدهم فقال: أف من هذا الزمان، انظروا كيف يركب هذا الغلام، ويترك والده الشيخ الفاني يمشي على قدميه. فقال الولد: أبي، ألم أقل لك أن تركب أنت؟ فلا تعاندني. فركب جحا ونزل الغلام، فصادفهما جماعة فقالوا: أيليق بهذا الشيخ الذي قوى جسمه وعرك السنين؟ فأخذ جحا ابنه من يديه وأردفه وراءه، وعندما سار قليلا صادفهما آخرون فقالوا: تأملوا يا ناس هذا الرجل كيف يركب هو وابنه على الحمار الضعيف. فغضب جحا ونزل هو وابنه، وساقا الحمار يرمح أمامهما وهما يمشيان بذلك الحر الشديد. فصادفهما جماعة آخرون فقالوا: الله الله، اللذين يتركان الحمار يرمح وهما يمشيان في هذا الحر الشديد. فحمل جحا الحمار وسار به، فضحك الناس عليه. فقال جحا: يا هؤلاء، من يسلم من ألسنة الخلق فلله دروه. هكذا يا أصدقاء انتهت حكايتنا لليوم، وعرفنا من صديقنا جحا أن مرضاة الناس غاية لن تبلغ. هذه الفقرة للأصدقاء الصغار، فقرة تعلم حروف اللغة العربية، وهي تعلم العربية. هيا بنا، هيا يا أصدقاء. حرفنا لليوم هو حرف الألف. الحركات: هيا رددوا معي. بالفتحة تنطق أ، بالضمة تنطق أو، بالكسرة تنطق إي، بالسكون تنطق أ. والآن مع الأمثلة والكلمات. ما هذا يا أصدقاء؟ أسد. أحسنتم. ما هذا يا أصدقاء؟ أذن. وما هذا؟ إبرة. حسناً، والآن لنأخذ جملة كاملة. هيا رددوا معي. أنا اسمي أمير، وأنا أحب الرسم. اشترى لي أبي علبة ألوان، رسمت أسداً ورسمت أناناساً. حسناً، إلى اللقاء في الدرس القادم. كما شاهدتم يا أصدقاء، كان هذا حرف اليوم، والآن سنذهب إلى المسابقة، مسابقة الحروف مع ريان ومحمد وعلي. جهزوا معنا ورقة وقلما حتى تكتبوا. هيا بنا، هيا. مرحبا يا أصدقائي، كما شاهدنا كان هذا حرف الألف، والآن مع صديقاي محمد وعلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والآن مع مسابقة جديدة وحرف جديد ألا وهو حرف الألف. لننتقل إلى الأسئلة التالية. السؤال الأول: أريد منكما أن تذكرا لي اسم ذكر أو أنثى بحرف الألف. تفضل يا محمد. أنس. أحسنت يا محمد. هل لديك صديق اسمه أنس؟ نعم. أين تعرفت عليه؟ هل في المدرسة أم في الحارة؟ في الحارة. جيد. لننتقل إلى السؤال التالي. أريد منكما أن تعطياني نبات أو شجر بحرف الألف. تفضل يا علي. النخيل. النخيل صحيح. لننتقل إلى السؤال التالي. أريد منكما أن تعطياني اسم جماد بحرف الألف. تفضل يا علي. أريكة. أحسنت. هل لديك إجابة أخرى يا نعم. محمد؟ تفضل. إبرة. أحسنت. لننتقل إلى السؤال التالي. أريد منكما أن تعطياني اسم مدينة أو دولة بحرف الألف. تفضل يا محمد. أثمرة. أحسنت. هل لديك إجابة أخرى يا علي؟ أجل. تفضل. أندرمان. أحسنت صحيح. لننتقل إلى آخر سؤال لنا. أريد منكما أن تعطياني اسم حيوان بحرف الألف. تفضل يا علي. أسد. أحسنت. هل لديك إجابة أخرى يا نعم. محمد؟ تفضل. أرنب. أحسنت صحيح. وإلى هنا تنتهي فقرتنا لهذا اليوم. إلى أن نلقاكم في مسابقة جديدة وحرف جديد. إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء. والآن يا أصدقاء فلنستمع إلى قصص الأنبياء مع صديقي موفق وموسى بطريقة روائية ممتعة وشيقة. هيا بنا، هيا معي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقاؤنا الأعزاء. فقرتنا لهذا اليوم عنوانها من كسر الأصنام. قبل أيام كثيرة جدا كان في قرية رجل مشهور جدا، هذا الرجل يدعى آزر، وكان آزر يبيع الأصنام. وكان في هذه القرية بيت كبير جدا، وكان في هذا البيت أصنام كثيرة جدا، والناس يسجدون لهذه الأصنام، وكان يسجد آزر معه، وأيضا يعبد هذه الأصنام. حيث كان لآزر ولد رشيد جدا، اسم هذا الولد هو إبراهيم، وكان إبراهيم يرى الناس يسجدون لهذه الأصنام، وأيضا يعبدون هذه الأصنام. أما إبراهيم كان له علم بأن هذه الأصنام ما هي إلا حجارة، وأيضا يعرف أن هذه الأصنام لا تتكلم ولا تسمع، وكان يعرف أن هذه الأصنام لا تضر ولا تنفع، فهو يرى أن الذبابة تجلس على الأصنام فلا تدفعه، وكان يرى الفأر يأكل طعام الأصنام فلا تمنعه. وكان إبراهيم يقول في نفسه: لماذا يسجد الناس للأصنام؟ وكان يسأل نفسه: لماذا يسأل الناس الأصنام؟ وكان إبراهيم يقول لوالده: يا أبي، لماذا تعبد هذه الأصنام؟ ويا أبي، لماذا تسجد لهذه الأصنام؟ ويا أبي، لماذا تسأل هذه الأصنام؟ إن هذه الأصنام لا تتكلم ولا تسمع، ولا تضر ولا تنفع، ولأي شيء تضع لها الطعام والشراب، فهي لا تأكل ولا تشرب. وكان آزر يغضب في هذا الموضوع ولا يفهم، حتى قومه كانوا يغضبون ولا يفهمون. فقرر إبراهيم أن يكسر الأصنام حين يذهب الناس وحين سيفهمون. وجاء يوم العيد ففرح الناس، وخرج الناس للعيد وخرج الأطفال حتى والد إبراهيم، فقال والد إبراهيم له: ألا تخرج معنا؟ فرد عليه إبراهيم: أنا سقيم. وبالفعل ذهب الناس وبقي إبراهيم في البيت. فذهب إبراهيم إلى الأصنام وقال: ألا تتكلمون؟ ألا تسمعون؟ هذا طعام وشراب، أفلا تأكلون ولا تشربون؟ وطبعا سكتت الأصنام لأنها حجارة لا تنطق. فقال لهم إبراهيم:
ما لكم لا تنطقون؟ وسكتت الأصنام وما نطقت. وحينئذ غضب إبراهيم وأخذ بيده الفأس وضرب الأصنام بالفأس وكسر جميع الأصنام إلا الصنم الأكبر، وعلق الفأس في عنقه. ورجع الناس ودخلوا في بيت الأصنام، وأراد الناس أن يسجدوا لهذه الأصنام لأنه يوم عيد، ولكن تعجب الناس ودهشوا من المنظر وتأسف الناس وغضبوا، وقالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ فقالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وكان الناس يعرفون أن هذه الأصنام ما هي إلا حجارة، وكانوا يعرفون أن الحجارة لا تسمع ولا تتكلم، وكانوا يعرفون أن الصنم الأكبر أيضا من حجارة، وأن الصنم الأكبر لا يقدر على المشي والتحرك، وأن الصنم الأكبر لا يقدر أن يكسر هذه الأصنام. فقالوا لإبراهيم: أنت تعلم أن الأصنام لا تنطق. وقال إبراهيم: وكيف تعبدون الأصنام وأنتم تعلمون أنها لا تضر ولا تنفع؟ وكيف تسألون الأصنام وأنتم تعلمون أنها لا تنطق ولا تسمع؟ ألا تفهمون شيئا؟ ألا تعقلون؟ وسكت الناس وخجلوا. اجتمع الناس وقالوا: ماذا نفعل؟ الآن يا أصدقاء عرفنا من الذي كسر الأصنام. ننتظركم في الحلقات الجاية. أنا موسى كبيري وصديقكم موفق ناصر. إلى الحلقة القادمة من قصص الأنبياء. أصدقائي، ما رأيكم بأن نتعلم حكمة جديدة مع فقرة حكمة اليوم؟ والأصدقاء عبد السلام ومحمد وعلي وصديقنا عبد الوهاب. هيا بنا. السلام عليكم، مرحبا يا أصدقاء. حكمتنا لليوم: الكتاب خير جليس في زماننا هذا. الآن يا أصدقاء، ما الذي استفدناه من حكمة اليوم؟ استفدنا أن الكتاب خير جليس في زماننا هذا، بمعنى أن عندما نكون نقرأ كتاب نستفيد معلومات، وأيضا عندما نكون فاضيين في بعض الأوقات نكون نقرأ كتاب نستفيد على الأقل. حتى إن قراءة القرآن الكريم في بعض الأحيان يشفينا ويجعلنا مرتاحين في نفس الوقت. تصفيق. أحسنت يا علي. والآن مع محمد، ما رأيك يا محمد؟ الكتاب هو صديق للإنسان، ومثلا إن القرآن الكريم هو في كل حرف من القرآن هي 10 حسنات. من 10 حسنات يعني يوم تختم القرآن يعني تقدر تدخل الجنة. وكمان الكتاب يوم تقرأه يمكن يعطيك مثلا حكمات عظيمة وزي. أحسنت، صدق يا محمد. والآن يا عبد الوهاب، هل فعلا تظن أن الكتاب هو خير الجليس في زماننا هذا؟ نعم، الكتاب هو القرآن لما تقرأه يعطيك الحسنات والخبرة، يعني تحس نفسك إنك في أمان، ولما تقرأ تحس شيء حلو. نعم، هذا صحيح يا عبد الوهاب، وجوابك جميل. تصفيق يا جماعة. يا أصدقاء، هل تريدون أن تعرفوا عن السلطان محمد الفاتح؟ هل تريدون؟ إذن هيا بنا معا إلى قصة الواحة، والتي ستتحدث عن السلطان محمد الفاتح. هيا بنا. ولد محمد بن السلطان مراد الثاني
في عام 835 للهجرة، وفي 27 من شهر رجب الموافق لعام 1432 للميلاد. جلس للحكم في عمر مبكر بسبب مرض والده. وفي عام 855 للهجرة بسط سلطته كاملة وعمره 20 عاما. كان فتح القسطنطينية حلما يراود السلطان محمد، ولذا كان دائم التذاكر مع شيوخه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لتفتحن القسطنطينية، فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. محاولات متكررة لفتح القسطنطينية. كانت هناك محاولات عديدة لفتح القسطنطينية في عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عام 34 للهجرة 654 للميلاد، في خلافة معاوية عام 84 للهجرة 668 للميلاد، وهي المحاولة التي استشهد فيها الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري. محاولة في عهد سليمان بن عبد الملك عام 91 للهجرة 697 للميلاد. محاولة بقيادة هارون الرشيد عام 165 هجرية. محاولة بقيادة السلطان العثماني بايزيد جد السلطان محمد. ثم كانت المحاولة الأخيرة في عهد السلطان مراد الثاني والد السلطان محمد عام 825 للهجرة. وفي فجر الثلاثاء 20 من جمادى الأولى عام 857 هجرية 1453 للميلاد اقتحم السلطان محمد أسوار المدينة بعد حصار طويل، ففتحها الله على يديه واستحق لقب الفاتح. جوع، أين الجوع؟ أولادي في البيت أكلهم الجوع. جوع، كيف أعود إلى بيتي؟ جوع، أين الجوع؟ الطريق طويل وشاق. جوع، أين الجوع؟ أستغفر الله العظيم. أين بيتي يا ترى؟ بيتي. من هناك؟ توقف مكانك يا هذا. أنت مقبوض عليك. خسئت. لن تنجو مني. وأنت؟
الآن مع فقرة التحدي. التحدي الذي سيتناول العقيدة والدين الإسلامي مع صديقي محمد وعلي. جاهزون يا أصدقاء؟ هيا بنا. السلام عليكم يا أصدقاء. الآن مع فقرة التحدي. هل أنتم جاهزون؟ نعم جاهزون. وأنتم يا أصدقاء؟ نعم نحن كمان جاهزون. الآن فقرة التحدي مع محمد وعلي. ترى من سيفوز؟ لا نعلم. حسنا، سنرى ذلك وأنتم أيها المشاهدون. هيا بنا إلى السؤال الأول. الآن السؤال لك يا محمد. نعم. السؤال يقول: من خلقك؟ هل هي الطبيعة أم الله أم الإنسان؟ الإجابة هي الله. حسنا، لقد اخترت الجواب. سنرى هل هي إجابة صحيحة؟ أوه، أحسنت يا محمد. نعم إنها الإجابة الصحيحة. حسنا، الآن سيكون السؤال على من يا أصدقاء؟ على علي. أحسنتما. شكرا لك. هل ستجاوب جوابا صحيحا يا علي؟ إن شاء الله. سنرى ذلك. إلى السؤال الثاني لعلي. لماذا خلقك الله؟ هل للعب أم الراحة أم خلقك للعبادة؟ الجواب هو لعبادته. حسنا، سنرى الإجابة الصحيحة. هيا بنا نتابع. أحسنت يا علي، لقد كان الجواب صحيحا. نعم. الآن تعادل، صحيح؟ صحيح. 1 لمحمد و1 لعلي. فلننطلق مع بعضنا إلى السؤال. كم السؤال؟ الثاني. الثالث. هيا بنا إلى السؤال الثالث مع محمد. السؤال يقول: كيف تعبد الله؟ بعبادة الأصنام، بطاعته وحده، بطاعة الشيطان؟ إنها بطاعته وحده. بطاعته وحده. هذه هي إجابتك؟ نعم. دعنا نرى هل هي إجابة صحيحة. أحسنت يا محمد. الآن السؤال لمن؟ لي. أحسنت لك يا علي. فلننطلق إلى السؤال الرابع. والسؤال يقول: ما دينك؟ هل هو الإسلام أم اليهودية أم النصرانية؟ الإجابة هي الإسلام. إذن إجابتك هي الإسلام. دعنا نرى هل هي إجابة صحيحة. أحسنت يا علي، لقد كانت إجابة صحيحة. أجل. الآن يا أصدقاء إلى السؤال الخامس وصديقنا محمد. والسؤال يقول: ما هو أول واجب عليك؟ هل هو الصيام أم الصلاة أم توحيد الله؟ الصلاة. اخترت الصلاة. هيا نرى الإجابة. للأسف يا محمد لم تكن الإجابة صحيحة. ما رأيك يا علي؟ ما هي الإجابة؟ الإجابة هي توحيد الله. توحيد الله. سنرى.
أحسنت يا علي، لقد كانت إجابة صحيحة. أجل، الإجابة صحيحة. نعم أحسنت. يا محمد، نعم. صحيح أن الصلاة من الواجبات، ولكن لابد أن نوحد الله سبحانه وتعالى، ثم من بعد ذلك نصلي ونصوم ونقوم بكل الواجبات. صحيح؟ نعم. أحسنت. إذن يا أصدقاء، لقد كانت هذه فقرتنا وهي بعنوان التحدي. انتظرونا في الأسبوع القادم مع صديقينا محمد وعلي، وأنا صديقكم منجوس. إلى اللقاء يا أصدقاء. هيا ودعوهم. إلى اللقاء. إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء. أصدقائي، هل أنتم جاهزون لحل اللغز مع فقرة لغز اليوم وصديقنا عمر؟ هيا بنا فلنحل اللغز معا. هيا بنا هيا. مرحبا يا أصدقاء. لغز اليوم هو: أنا أمامك لكنك لا تستطيع أن تراني، فمن أنا؟ أرسلوا لنا أجوبتكم على الرقم الظاهر أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي. أنتظر إجاباتكم في الحلقة القادمة.